السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض الترند بتاع التيك توك، الأكواب الكورية. من الحاجات اللي هي بجد شكلها حلو وطعمها أحلى كمان. هنعملها النهاردة للمبتدئين، الناس اللي أول مرة تعمل كيك كده في حياتها وتزينه. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا، ومش هتاخد منك يعني ولا أي غلبة، ولا حتى هتزهقي وانتي بتعمليها. كمان عايزين بقى نشوف الشكل، الأكواب شكلها حلو قوي الجديد فيها يعني. احنا هنعملها في اكواب القهوه، اللي هي الاكواب الكرتون ديت، بجد شكلها حلو قوي، وكمان تنفع للكافيهات لو انتي هتعملي مشروع كده من البيت. حاجه جميله جدا. النهارده عايزه اقولك كمان هنشتغل بدقيق سبونج، مش هنشتغل بدقيق عادي، يعني مفيش اي غلبه خالص. الكيك هنحط عليه مكونات بسيطه هنقول عليها دلوقتي، ويكون معانا جاهز ومضمون 100%. عايزه اقولك بقى ملمس الكيك قد ايه هش كده وناعم، وبصراحه بيدوب في البق دوبان. الفيديو النهارده مهم جدا للمبتدئين، ما تنسيش اللايك وخليكي معايا لاخر الفيديو، ويلا بينا. اول حاجه هحضرها هنا هو الكيك. مبدئيا كده عندي 5 بيضات بدرجه حراره المطبخ، يعني ما ينفعش يبقوا طالعين من التلاجة على طول. قبل ما احط الدقيق احط بس اضافات بسيطه، اللي هي ربع معلقه صغيره من الفانيليا، ورشه ملح، وكمان نص كوبايه من الميه، ميه عاديه خالص كده من الحنفيه، او 100 مللي. هنا بقى ببتدي ان انا انزل عندي نص كيلو من دي السبونج الفانيليا، او حتى الشوكولاته برضو هتبقى هي نفس المكونات. هقلبها تقليبه سريعه كده على اساس دي ما يعفرش مني وانا بشتغل فيه. وكمان هضيف هنا معلقه كبيره من المحسن الجل. اقدر احط المكون ده واقدر ما احطوش، لان الكيك دوت متجهز يعني فيه كل المكونات، وهيديني برضو نتيجه كويسه. لكن لو مش موجوده عندك بتقدري تضيفي معلقتين كبار من الخل، دي برضو اضافه كويسه جدا، وبرضو هتدينا نتيجه كويسه. انا شغاله هنا بالمضرب الكهرباء، يعني لو ما عندكيش المضرب دوت تقدري تشتغلي بالمضرب العادي، بس طبعا هياخد وقت كتير وكمان مجهود كتير قوي منك. لكن هنا بالنسبه للضرب يعني مش اقل من 5 او 6 دقايق علشان ناخد النتيجه ديت. طبعا مع الوقت الحجم بتاع الكيك ده بيتضاعف خالص، وكمان لونه بيفتحي جدا. زي ما انتم شايفين الكميه ملت عندي البوله قد ايه. لما بوصل للقوام ده بوقف ضرب على طول. عندي هنا بقى صاج 30 في 40، وغلفته كده بالورق الزبده، وما حطيتش عليه اي ماده دهنيه خالص. وما تخافيش مش هيلزق الكيك منك ولا اي حاجه. بنزل كل الكميه اللي عندي بالشكل ده، وهبتدي بقى ان انا اسويها بشكل كويس، يعني ما يبقاش فيه ناحيه عاليه وناحيه واطيه. هتبص تلاقي الكيك رايح في حته عاليه قوي وحته هيبقى واطي قوي، فناخد بالنا برضو من التريكات البسيطه دي علشان كمان ناخد نتيجه كويسه. بالنسبه للتسويه بدخل عندي الصاج على درجه حراره 180. الفرن عندي بيبقى متسخن من قبل كده حوالي 7 دقايق، بس برضو بتبقى على نفس درجة الحرارة، يعني مشغلوش عالي وبعد كده اروح منزله درجة الحرارة بتاعته. ببقى مشغلة من تحت بس، بيقعد حوالي من 18 ل 20 دقيقة مش اكتر من كده، وكمان ما بشغلش الشواية خالص. ضربته ضربتين كده على اساس ان انا اساوي عندي الكيك بشكل كويس، وبيطلع بالشكل اللي شايفينه ده. زي ما قلنا ما شغلناش الشواية ولا اي حاجة. الكيك عندي اول ما بيطلع لازم اغطيه كده بورقه من ورق الزبده، على اساس الوش اللي هو بيلزق ده يعني لما يبرد او لما يهدى عندي الكيك يلزق فيها، وابقى كده اتخلصت خالص من الوش اللي احنا مش عايزينه. هنا بعد ما بارد بقى الكيك عندي تماما، قلبته كده يعني شلت الصاج، وده كده الظهر بتاع الكيك شلته خالص. احط ورقه تانية كده، وابتدي بقى ان انا اعدل عندي الكيك على وشه. هنشوف بقى دلوقتي كده. بصي الوش كله اتشال خالص، باقي حاجات بسيطه ممكن نشيلها بايدينا او حتى بسكينه، مفيش اي مشكله يعني بتتشال بكل سهوله. بس عايزه اوريلك كمان ان الكيك عندي هش حلو ولونه فاتح طري، فيه كل الحاجات بصراحه اللي احنا عايزينها فيه. يعني للناس اللي هي اول مره تعمل كيك، يعني نبتدي في الاول كده بالكيكات اللي هي الجاهزه الاسبونج دي ونجرب فيها، يعني بتبقى سهله وبسيطه، وكمان النتيجه بتاعتها بتبقى مضمونه يعني لحد كبير قوي. هنا بقى زي ما انتم شايفين بعد ما نضفت الوش خالص، بجيب القطعات دي، وطبعا موجوده في كل بيت، وحتى الاسعار بتاعتها يعني رمزيه جدا. ممكن الخمس ست المقاسات دول يبقوا ب10 او حتى 15 جنيه، وكمان في منهم اشكال. هنا انا عندي بقى المقاسين دول اخترتهم على اساس الكوبايه عندي اللي انا هحط فيها الكيك كلها مش مقاس واحد، يعني بتبقى فيه اصغر واكبر شويه، او اصغر والوسط واللي هي الكبيره خالص. انا كان عندي المقاسين دول مناسبين جدا. بقسمهم بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعايزه اقول لك حاجه كمان، يعني لو انت عايزه السمك بتاع الكيك نفسه يبقى اقل من كده، تقسميها اتنين زي ما هوريلك دلوقتي. يعني لو حاساه كتير قوي نقدر ان احنا نقسمه، وكمان هتضاعفي الكميه معاكي زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. لكن لو انت عايزاها تبقى سميكه معاكي مفيش اي مشكله خالص،
كملي على كده. بالنسبه بقى للباقي دوت، يعني الحاجات اللي هي الفايضه ديت من الكيك انا ما برميهاش، بشيلها عندي في كيس كده وفي التلاجة، بيتعمل منها وصفه تانية وبرده بتبقى حلوه جدا، هنعملها مع بعض. هنا بقى نيجي نعمل الكريم شانتيه. حطيت هنا كوبايه ونص من الميه اللي هي ساقعه جدا على اساس تديكي برده نتيجه كويسه وكمان نتيجه سريعه. نزلت عليهم نص كوبايه من السكر البودر، ضربته ضربه سريعه كده، وهنزل بكوبايه وربع كده من الكريم شانتيه الخام، وهبتدي اضرب مش اقل من 3 4 دقايق على اساس دي نتيجه كويسه. للناس اللي هتسال بقى الكريم شانتيه الخام احسن او الكريم شانتيه بالسكر احسن، انا بالنسبه لي انا يعني كرأي شخصي اللي هو الكريم شانتيه الخام بتبقى كثافته احسن، وبالنسبه كمان للسكر اقدر احط اكتر او اقل اللي يناسبني. اول ما بيربط بالشكل ده ببتدي ان انا اوقف ضرب على طول. هنا بقى بالنسبه للكوبايات، على فكره الكوبايات دي فيها منها 3 مقاسات كبار، يعني في المقاس ده ومقاس اكبر ومقاس كمان اكبر منه، فالمقاس ده كويس جدا على فكره، وكمان بياخد يعني كميه كويسه قوي من الكيك والكريم شانتيه. هنا بحط بقى كده اول طبقه اللي هي الصغيره من تحت، وبسقيها كده بسيط، يا ميه بسكر يا اما شربات مخفف خالص كده، على اساس يبقى تشريبه بسيطه واطري بيها الكيكه بتاعتي. ببتدي احط بقى طبقه من الكيك وبروح سقياها واحط طبقه من الكريمه، وهكذا لحد ما بخلص الثلاث طبقات بتوع الكيك. هنا بقى بنوصل لاخر طبقه حطيناها كده من الكيك، وبحط عندي كميه كده كويسه من الكريمه. بالنسبه بقى للتزيين عايزه اقول لك مفيش اسهل من كده، يعني اللي يجي في دماغك اعمليه. بسويه بظهر معلقه، بسباتيولا، باي حاجه، ما فيهاش اي مشكله خالص. حاجه كده بتخلص معاكي في ثواني، يعني لو عامله كميه كبيره 10 او 12 مش هياخدوا منك وقت خالص. هنا بقى انا حبيت اعمل كده روزتات بسيطه خالص، ده كده الشكل اللي انا حبيت اعمله النهارده، وشكل كمان برضو هنشوفه دلوقتي. بالنسبه بقى للاضافات التانية اقدر احط اللي انا عايزاه، لو ما عندكيش خلاص هنكتفي بالكريمه اللي احنا حطيناها. لكن بالنسبه لمجال التزيين بقى فعايزه اقول لك واسع جدا، تقدري تغيري كده من لون الكريمه، اصفر، اخضر، احمر، الالوان اللي انت عايزاها. كمان بالنسبه للصوصات تقدري تحطي الصوصات اللي انت عايزاها، ممكن زبده لوتس، ممكن زبده فستق، حاجات كتير قوي زي ما قلنا. لكن لو احنا عايزينها بطريقه اقتصاديه شويه خلاص هنكمل يعني على الكريم شانتيه. لو عندك كريزه هتحطي، لو عندك اللي هو السبرينكل دوت برضه هتحطي، مفيش اي مشكله. بالنسبه لي بتحب نكهه الكيك بالشوكولاته هنمشي بنفس الخطوات دي. طبعا الكيك هيجاب من بره بنكهه الشوكولاته، يعني اللي هو السبونج الشوكولاته، وهشتغل بنفس المكونات اللي انا عملت بيها. نتكلم بقى على الكريم شانتيه هعمله ازاي. هيبقى كوبايتين من الكريم شانتيه، عليهم كوبايه الا ربع من السكر البودره، وكمان كوبايتين من الميه المثلجه، عليهم 100 جرام من الشوكولاته السايحه او 100 جرام من النوتيلا، الاتنين برضو هيدوكي قوام كويس جدا. واشتغل والدنيا تمام معايا. هنا عايزه اوريلكم ان ديت كانت مربى عندي فراوله ومحطوط عليها كده نقطتين من اللون الاحمر. عندك ديت هتشتغلي بيها، وعايزه اقولك ممكن برضو تحطيها كحشوه في النص مع الكريم شانتيه، برضو هتدي نتيجه كويسه. الحشو ده زي ما قلنا بيبقى على راحتك خالص، ممكن نحط الشوكولاته اللي هي الشوكليت شيبس، ممكن نحط اللي احنا عايزيه، ممكن تحطي مكسرات، مفيش حاجه او حاجه لا، يعني التزيين ده بتاعك انتي، وفي الاخر برضو على حسب امكانياتك. بخلص طبعا الكميه ديت. عايزه اقول لك بقى انا عملت النهارده كام كوبايه، عملت 10 كوبايات من اللي انتوا شايفينها دي، غير الكميه اللي بقت عندي اللي هي مكان التقطيع اللي انا هشيلهم واعمل بيهم وصفه تانية خالص. عايزه اقول لك بقى دي كميه كويسه على فكره وكمان موفره. ده بالنسبه لسعر اي دستة جاتوه من بره بقت بمبلغ وقدره. تقدري تعملي الحاجات دي وكمان بيبقى طعم حلو جدا، ما تفرقش خالص عن الطعم وكمان المكونات اللي هما بيحطوها بره، بل بالعكس تبقى حاجه نظيفه وانت كمان عاملاها في البيت. ده طبعا الشكل التاني زي ما انت شايفاه كلها كده روزيتات، وهبتدي احط عليه اللولي او حتى السبرينكل او اي حاجه عندك تبقى متاحه، مفيش اي مشكله خالص، او حتى ممكن تبشري شوكولاته كده برضو. دي افكار كتير تقدري تعملي منها برضو اشكال حلوه قوي. وبخلص طبعا كل الكوبايات بالشكل اللي احنا شفناه ده، اكيد مفيش اسهل من كده خالص، والنتيجه زي ما انتم شايفين حلوه جدا. وبكده يبقى خلص معايا الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك وتجربي الكوبايات الحلوه دي. ما تنسيش اللايك والاشتراك وللمتابعه فعلى زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.